كما كانت هذه الحلقة والحلقة الماضية من ليبيا. الليبيون لم ينتصروا بالنيتو. نعم. الليبيون لم ينتصروا بالنيتو، الليبيون انتصروا بالله، ثم يعني صار فيهم 50,000 قتيل. شلون نعم. النيتو انتصروا بفضل الله ثم بجهدهم وسرعتهم. إذا كنا هنا في ليبيا. بصراحة دخلت ليبيا والأسى يعتصرني، والحزن باد على وجهي. سأجد لماذا؟ بلدا منكولا، سأجد بلدا مدمرا. وكنت بخاصة إذا ما دخلت زنتان والزاوية ومصراتة وطرابلس التي قصفت من الناتو. لكن يا أخوان أنا أريد أقول حقيقة، والله يسمعني. وإذا بي أجد ينقلب حزني إلى فرح، وينقلب أسايا إلى سعادة لأمرين. الأمر الأول ذكرته، فرحة الشعب وحديث الشعب وكلام الشعب في المطار يلقونني، في الناس كلهم على بائع البرتقال إلى الوزير إلى رئيس الحكومة، إلى كلهم الفرحة تعلو وجوههم. هذه لا أتكلم عنها. فوجئت بأن التدمير في طرابلس غير باب العزيزية لا يتجاوز 7 أبنية، 7 أبنية فقط، 7 أبنية فقط. ثم أن البناء المدمر استخدم فيه صواريخ ذكية بحيث لم يتجاوز التدمير حدود المبنى، فما تعدى أثرها على المباني السكنية. بل قال لي الليبيون كنا نجلس بجوار المبنى نقف ونتفرج على النيتو وهو يقصف هذه المباني. بل وسمعنا فضيلة الشيخ أن من كان يطلب القصف لهذا المبنى هم الثوار. فكنت أرى البائع يبيع البرتقال الليبي، تشم من البرتقال عبيق الحرية. الله. يقولون حتى الماء تغير طعمه، الماء عندهم تغير طعمه، الأمطار لم تتوقف منذ فترة. بعد أنا ما رأيت في ليبيا حتى مصراتة فقط الشارع هذا الذي يرونه شارع طرابلس، شارع طرابلس الذي ألقينا فيه المحاضرة، وشارع آخر نصفه شارع بني غازي فقط، والباقي حقيقة الناس ما أصابهم ضرر، حقيقة الناس ما أصابهم ضرر. فإذا كان تدخل العرب غير وارد والشعب يريد الناتو، فأنا أطلب من هنا رغم أنف أي واحد، أنا عاهدت الشعب أن ألبي مطالبه، لاني سائل عن قانون جائر ولا غيره ولا سواه. أنا فقط وظيفتي أنقل صوت شعب هذا الشعب، وظيفتي في هذا الشاهد في هذا الأمر، أقصد هذا الأمر أنني أشهد لشعبي وأرفع كلمته. إذا عجزت الجامعة فحي على الناتو وغير الناتو. سبعة أبنية فقط، 7 أبنية فقط. ثم أن البناء المدمر استخدم فيه صواريخ ذكية بحيث لم يتجاوز التدمير حدود المبنى. حيث قررت عائلة ليبية اتخاذ إجراءات قانونية ضد حلف شمال الأطلسي بعد أن قالت إنها فقدت أفرادا من أسرها في غارة جوية للحلف. من جهته الحلف اكتفى بإعلان أسفه عن سقوط مدنيين.
أثر بعد عين. هذا ما بقي من منزل الشيخ محمد ومنازل جيرانه بعد قصف الأطلسي في ليلة سوداء في يونيو الماضي، وقتل من قتل من أبنائه وأحفاده. نعود إلى نقطة الناتو، ألا يحتاجون إلى دعم مثل الناتو مثل ما حصل في ليبيا لدعم هؤلاء الأشخاص الذين هم أصلا من الجيش؟ أنا أعلن من هذا أن الشعب السوري يطالب بأي طريقة ولو أدى إلى قصفه. نحن نعلم ديننا، ولهذا طالبتم الناتو لحماية الشعب بغض النظر عن توجهه، بغض النظر، إنما الهدف هو حماية الشعب. لا شك. فنحن ما دام الشعب طالب بالناتو، الشعب طالب، وهذا لا يضر الوطن ولا البلاد كما ضر، يعني كما أنه لم يضر ليبيا، فليس عندنا مانع من ذلك. لكن في اختراق للسيادة السورية على أراضيها وسيادة النظام على أراضيه. ليس عندنا مانع ونؤيد هذا، والشعب من ألفه من أوله إلى آخره يؤيد أي وسيلة لإسقاط هذا النظام